السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم ان شاء الله فيديو حلو قوي. الفيديو ده يعني بتحتاجيه في الشتاء كتير، ساعات الواحده ما بتبقاش فاضيه ان هي ممكن فجاه تبقى عاوزه تعمل محشي، بس بياخد يعني وقت طويل. انا ان شاء الله هعمل لك الورق تسلقيه وتحطوه في الفريزر، وهعمل لك الصلصه بتاع المحشي. صدقيني هتاخدي احلى صلصه وهتاخدي احلى محشي بعد كده، ومش هتحسي ان انت ما انتش تعبانه فيه خالص. هنقول بسم الله، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. احنا في الاول بنحط الميه زي ما انتم شايفين، الميه بتغلي. في ناس بتحط لها ملح بس. لو انت عاوزه تخزني الورق ومش عاوزاه يبقى شديد ما تحطلوش ملح، حط بس معلقه السكر بس. لكن لو هتحشيه بسرعه حط السكر وحط ملح مع بعض. بس انا لو هخزنه بحط معلقه السكر عشان ما يبقاش شديد معاكي. انا معايا دلوقتي هحط الميه بتغلي، هحط شويه كمون، كمون حلو عشان الانتفاخ برضو. وبعد كده هحط الملح وهحط زيت عشان يدي لمعه للورقه وانت بتسلقيها. غلت اهي الورقه اللي انا جايباها كرنبه. الكرنبه كانت اكبر من كده بس انا خروعتها. الورقه رقيقه ازاي، الورق البلدي من السوق، بسم الله ما شاء الله عليه. انا دلوقتي اهو بسم الله احلى الورق البلدي حلو قوي قوي، وبيبقى في المحشيه جميل. انا هسيبه شويه وبعد كده هوريكم اعمل الصلصه ازاي. الزيت اهوت معايا، البصل جبت 4 بصلات، ال4 بصلات دول لكرنبتين حلوين كده كبار. في ناس بتكتر البصل زياده عن اللزوم بس انا ما بحبش اكتر البصل. هم 4 حلوين قوي. لو هتحطوهم في التلاجة في الفريزر. الورقه تعرفي ازاي ان هي بقت حلوه؟ شوفوا اهي بسم الله ما شاء الله. الورقه اصلا رقيقه، ما تسيبيهاش كتير في الميه عشان ما تبقاش معاكي. بسم الله. احط بقى الورق التاني سقته وارجع تاني اشوف الصلصه هعمل فيها ايه. قلب البصل لغايه ما تصفر معاكي، ما تسيبهاش لما تتحروق. في على فكره ان في ناس بتسالني بتقول لي لما بنيجي نعمل المحشي بتلتقي الرز فيه ميه قد ما ببقى منشفه الرز. لا انا بقوم غاسله الرز غسله حلوه واحطه في الميه في المصفى لغايه ما ينشف خالص. واللي بيعمل الميه دي ممكن تكوني الخضره بتغسليها وتقوم مخرطاها على طول وتقوم حطاها على الرز. لا كده ما ينفعش، لازم بفتره طويله لازم تغسلوا الخضره زي ما انا عاملاها كده. انا بغسلها الغسله ديت اهي زي ما انتم شايفين، وبقوم سايباها لغايه ما تصفي الميه بتاعتها خالص. بعد كده بتيجي تدوري ما تلتقيش ميه خالص في المحشي اللي انت بتحشيه. على فكره انا هحط الخضره مع الصلصه واحنا ايه، وانا بعد لان انا مش هحشي المحشي ده النهارده لان انا عملت المحشي معاكم كتير. بس انا قلت اما اعمل لكم الصلصه عشان اللي ما شافش الفيديوهات بتاعنا يشوفها في المره دي. ليه؟ انا ساعه ما تبرد هحطها في اكياس واحطها في الفريزر، لما اكون انا محتاجه اعمل محشي اقوم مطلعه على طول واقوم محتاجه يعني ما ياخدش مني اي وقت. لان بصراحه المحشي متعب قوي على ما بتخلصيه، وسبحان الله بياخد وقت. وفي الاكل بسم الله ما شاء الله عشان الكل بيحب المحشي. يلا الشتا جه اهوت، بيحب المحشي عشان يدفي الناس. هنحمر البصله كده نسيبها شويه. انا دلوقتي خلاص احمرت، ما عادش محتاجه ان احنا نسيبها كده. انا هحط فلفل اسمر، ومعايا بقى احلى بهار المحشي بتروح للمحشي. احلى بهار للمحشي اهو، معلقه حلوه كده صراحه بتخلي ريحه المحشي حلوه قوي قوي. وكمان بقى في معلقه هتتحط بتخلي المحشي بتوديه في حته تانيه خالص. انا معايا بهار اللحمه بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي وبدي طعم للمحشي. نحط معلقه بس. حطينا فلفل اسمر وحطينا بهار المحشي وحطينا معلقه من بهار اللحمه، تبقى حلوه قوي وبتدي طعم حلو قوي. انا دلوقتي معايا الكميه ديت، معايا 3 كيلو طماطم اهو. انا عصرت طماطم كانت عندي فريش، وعندي طماطم في الفريزر كنت برضو مطلعاها اهيت. فرغها خلاص هي كده احمرت.
ثانيه واحده عشان تبقى حلوه قوي لما تكون عندك في الفريزر وجاهزه. الملح مش هحطه دلوقتي، هنسيبها لما تتسبك، ما تستعجليش عليها، سيبها تتسبك حلو كده عشان لما تيجي تحط الرز ما يبقاش كلها ميه زي ما انت بتقولي. كده خلاص هنرجع تاني. انا دلوقتي خلصت الورق، هغسله واخلص وارجع اوريكم احنا عملنا ايه. كده خلاص كده اتسبكت. انا دلوقتي هحط الملح، احط معلقتين ملح حلوين كده. وفي حاجه كمان محشي ما بيستغناش عنها، الشطه. تحط معلقه كبيره كده عشان عندي بحبوه حلو كده حر. اهوت كده خلاص. سيبها بقى لما تبرد خالص، تحطها في برطمانات، تحطها في اكياس زي ما انت عاوزه. احلى صلصه والريحه بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا. انا هسيبها لما تبرد. طبعا ما تقدريش انك تحطها في الاكياس بالطريقه ديت. الورق لو انت هتخزنيه انا غسلته غسله حلوه تحت الحنفيه. شوفوا بسم الله ما شاء الله رقيق ازاي. بقوم عاملاه كده كده اهو نفس الطريقه اهو. لو انت عاوزه تحطيه وتبقي تيجي تطلعيه من الفريزر وتقطعيه مفيش اي مشكله، بس هيبقى بالنسبه ليكي سهل وهتحسي ان انت يعني هيتحشى بسرعه. شو اهو انا بقطع الورقه كده اهيت بنفس الطريقه ورقيق وحلو بسم الله ما شاء الله بالف هنا. طريقته حلوه وتخزينه مفيش اي مشكله. سلقتيه سلقه حلوه وان شاء الله الطريقه هتعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.